السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى طول بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد، فيديو مشترياتي من سكر ومن فتح الله ومن محل عادي كده ومن كارفور. بس قبل ما ابدا عايزه اقول لكم بس قصه بسيطه كده. اول ما بدات في فيديوهاتي كان في بنات تقول لي الصوت واطي شويه، مش عارفين نسمع، الموسيقى عاليه. فانا كنت عماله افكر في الحكايه دي كتير. فقررت اجيب مايك، فعايزه رحت بالفعل اجيب مايك عند راديو شاك. ما لقيتش خالص، وقالوا لي ان هما كانوا جايبين حبه وخلصوا ومش هيجيبوا تاني. فانا قاعده بفكر، طب ازاي صوتي هيوصل مع ان انا بعيد عن المكان اللي انا هصور فيه، وبالتالي عايزه اوريكم المنتج، كل حاجه زي الحاجات دي. فانا جاتلي فكره ان انا اجيب الهيدفون بتاعت الموبايل. انا عندي دي بستخدم نوكيا، بس عندي سامسونج وعندي كتير جدا، بس انا استخدمت دي علشان فيها زي مشبك كده بعلقها، وبكده يكون صوتي واضح وحلينا المشكله. فدلوقتي بقى نبدا مشترياتي من سكر. جبت حاجات كتير جدا، وبنوته كلمتني على السناب شات، اسمها نور مصطفى. هي ليبية عايشة في لندن. كانت حابة جدا سكر، حابة محل سكر ومشترياتي اللي انا بجيبها. وقعدنا شوية اتكلمنا في المكياج، اتكلمنا في كل حاجة تقريبا، وفي اسعار المكياج وايه ماركات المكياج اللي هي بتحبها واللي انا بحبها واللي انا بفضلها وهي بتفضلها. فانا بوجه لها تحية. بحب كلامك قوي يا نور. هي بتبعتلي فيديو كول كده قصير. فامبارح قعدنا نتكلم مع بعض كتير كتير جدا. فالنهارده بقى هنعمل مشترياتي من سكر. مشتريات كتير جدا، بس هقولها لكم واحده واحده، وهقول لكم الاسعار وكل حاجه. بس قبل ما ابدا، البنات البنات اللي بيسالوني عن اماكن سكر، هي فين اماكن سكر؟ فانا هوريكم. دي ورقه صغيره من عندهم كانوا حاطين لي فيها المكياج، بس انا برضو هكتب لكم كل حاجه بالتفصيل عشان كل بنوته تشوف الفرع القريب ليها وتروح له. بس انا سمعت ان هو فرع محرم بيه اللي انا بروح له، هو الفرع الاكتف، او يعني هما يعني في فرع مثلا الساعه في اسكندريه مش مهتمين بيه، بس هو فرع محرم بيه هما اللي بيجددوه وبيوسعوه، يعني اتوسع اكتر واكتر وبيبيعوا فيه كل حاجه. فيلا بقى بينا نبدا. هبدا اول حاجه بالكيس ده ب5 جنيه. ده عبارة عن انتي بتحطي كيس صغير بتحطيه في الغسالة، تحطي مثلا سي الشرابات، اي حاجة مش عايزاها مثلا تضيع وسط الهدوم. فعجبني لذيذ وفي اشكال كتير، فاخترت الفراولة دي. ده كان تمنه 5 جنيه زي ما قلت لكم. بعد كده جبت المعالق دي زي فيها معيار، يعني في معلقتين صغيرين ومعلقتين كبار. استخدمهم في الماسكات، معيار كده للماسكات، ولقيتهم حلوين كمان وكان سعرهم 5 جنيه. جبت العلاقات دي بعلقها في الدولاب، ساعات بحط عليها اكسسوارات. عجبتني جدا، هي مش بتستحمل على فكرة هدوم، هي بتستحمل اكسسوارات وحاجات بسيطة قوي. فالاربعة دول كانوا ب5 جنيه، وكان في اشكال كتير جدا بس دول كيوت وعجبوني اكتر. جبت شنطة شنطة دي مرسوم عليها بوبي كده، حلوة جدا. سعرها تقريبا كان 7 أو 5 جنيه، حاجة في الرينج ده. وهي اللون كمان حلو قوي، ومن جوه بصوا متبطنة كده، وقماش على فكرة متين من ناحيتين، مرسوم عليها بوبي ده. حلوة جدا، احط فيها المكياج بسيط كده واحطها في شنطة. جبت يا بنات 2 جوانتي، الواحد لوحده ب3 جنيه ونص. يعني ده لوحده ب3 جنيه وده لوحده ب3 جنيه، عشان بس مفيش بنات يفتكروا ان الاتنين ب3 جنيه. حلو جدا، لقيتهم هو مفيش غير اللون ده هناك. حلوين جدا، ممكن تستعملوا للوش والجسم، بس انا اصلا عندي بتاع سنتر بوينت فجبت ده. يعني الجسم حلو قوي، عجبني، وكمان الكواليتي حلوة اللي هي الجودة خشن. جبت الشراب ده قطن، كان ثمنه 11 جنيه.
في الشتاء انا عندي واحد اوريدي اصلا يعني للشتاء، بس جبت ده عشان هو خفيف شويه، فممكن مثلا الصبح ولا حاجه ما عايزه تحطي كريم في رجلك وتلبسيه، فانا بالليل بحط كريم في رجلي وبلبس شراب حلو قوي. وجبت اتنين، واحد اللون ده وواحد بينك فاتح قوي. جبت اكياس ضغط لو عارفينها، هوريكم 3 مقاسات، انا جبت 3 مقاسات. ده الصغير 50 في 60. هوريكم ريفيو عنه ازاي انا بستخدمه. انا جربت اتنين ولقيتهم ممتازين. كنت جايبه واحد اونلاين كبير لا انا لسه هوريهولكم. ولما لقيتهم عند سكر جبتهم على طول. ده 50 في 60، ده اصغر واحد وعليه اشكال، عليه رسومات فراشه كده. وفي متوسط اللي هو 60 في 80 وعليه كور. جبت اتنين. الصغير كان عامل ده اللي هو فيه فراشات ده كان عامل 7 جنيه ونص. المتوسط عامل 10 جنيه. الكبير اللي هو 70 في 100 كان ب12. وقبل كده زي ما قلت لكم كنت جايبه اونلاين، كان عامل 15 جنيه، بس ده ب12 جنيه. حلو عجبني. بس تقريبا اللي هو اونلاين كان اكبر، كان 110 في مش عارفه في ايه، في 150، هي حاجه كده كبيره. واستخدمته برضو كان جميل. جبت ايه بقى؟ جبت من هناك مجموعه برفانات. البرفان ده اول برفان استخدمته، اول ما شفته جبته على طول. كنت ناسيه بقالي فتره واول ما يعني حتى اول ما شفته جبته على طول، ما شميتش ريحه لان انا عارفه ريحته. حبيته جدا. زمان لما كنت بحب اجيب للنيس هديه بتاعتي هديه، كنت بجيب لها البرفان ده. يا ريتني اقدر اشممكم الريحه فظيعه. هو بصراحه يعني رخيص، 7 جنيه ونص يعني ولا حاجه. بس ما شفتش دوت. انا شفت الكواليتي لقيتها حلوه على فكره، والريحه بتثبت. فالسبع يعني البرفان ده مثلا للبيت، للخروج مثلا بسرعه وارجع كده. جبت ده كمان اوريكم انا هما حاطين عينات الناس يعني يجربوها. كان في برفانات حريمي كتير جدا ورجالي كتير جدا، فانا جبت حريمي ورجالي. بس هما التلاتة دول هما اللي عجبوني اكتر حاجه. ورحت عشان اجيب تاني زيهم لقيتهم خلصوا. جبت دي. انا كنت هفتحها قبل ما اوريها لكم. هي دي بس مكتوب عليها جور، بس هي اكيد مش جور ولا حاجه. اوريكم الازازه والريحه، وروعه روعه روعه. أوه. جبت طبعا مكياج. جبت هايلايت. جبت 3 قيمة تحديد الدرجات دي، بينك فاتح ومتوسط وبني غامق شوية. جبت الهايلايت ده مكتوب عليه ماك، بس هو طبعا يعني 15 جنيه، فمش ماك اكيد يعني. والقلمة دي الواحد كان ب3 ونص. حلو جدا. الدرجة روز على بني على ابيض، حلوة. ليه جبت هايلايت رخيص؟ لان انا بجيب يعني عادة بحب اجيب مكياج ماركة عشان اعرف انا حاطة ايه في وشي يكون حاجة كويسة. جبت مكياج رخيص بالذات الهايلايت عشان اجرب فيه الهايلايت. يعني انا ممكن اجيب هايلايت فاتح وممكن ما اعرفش استخدمه او يكون وحش فيا، فانا جبت رخيص عشان اجرب فيه، وبعد كده ابقى اجيب ان شاء الله الماركة. وبرضو عملت كده برضو مع الروج، عايزه اجرب فيا الاول التحديد، ولو لقيته حلو اكيد هجيب من اي ماركة تانية تعجبني. وانتوا كمان اعملوا كده، يعني مثلا اي منتج طالع جديد وعايزين تجربوا فيكوا، هاتوا الرخيص بقى كده، يبقوا هاتوا الغالي. جبت ولاعة طبعا 5 جنيه عشان الشمع. طبعا ما ينفعش قبل ما اروح عند سكر ما اجيبش مانيكير. جبت مانيكير مانيكير كمان. اوريكم اول حاجه دول، عشان دول تقريبا طالعين جداد. الواحد من دول ب7 جنيه ونص او 8 حاجه كده. جبت منهم واحد وعجبني، فروحت جايبه ال3 انواع دول، احمر وجليتر هنا كده.
وده بيتي. في برضو هنا جريتر، وده بينك لونه على فكره ثابتين مثلا 5 ايام 6 ايام. واو ده بقى عجبني جدا. وجبت اللون ده لفت نظري، ده كان تمنه 3 جنيه ونص. جبت اللون ده ناتشونال خالص كده برضو جميل، ممكن تحطيه بس على ضوافرك بس وتنزلي يبقى طبيعي. وجبت طبعا ده بيتحط على على اي لون مانيكير كده بيديله يلمع. هي دي كان كل حاجاتي من سكر خلصوا كده. يلا بقى نروح نشوف مشتريات فتح الله، يلا بينا. يلا اوريكم بقى مشترياتي من السكر. انا عاده لما اجيب منتجات قبل ما عندي قناه كنت اجيب مثلا الحاجات واحطها على طول في الاماكن المخصصه ليها، لكن حاليا لما اجي اجيب حاجه من اي مكان بخليه في الكيسه بتاعته عشان ما انساهوش واحطه في مكان وانتوا ما تشوفوش، فبالتالي بيبقى فيه في الاوضه اكياس كتير كتير مليانه. فاوريكم بقى جبت ايه من فتح الله. هي مشتريات تقريبا كلها بلاستيك كده، بس فيهم حاجه. اول حاجه هبدا بيها هي دي سعرها 15 جنيه. هي ب14 جنيه 95، بس ال5 صاغ دول مش بيتحسبوا. دي بقى فيها ايه افتحها لكم، نبعدهم. فيها دول، فيها مقص ومشط. انا ما اظن الحاجات دي للحواجب والباديكير، عشان المقص ده لقيته معوج كده شويه. وفيها مشط صغير، وفيها اللي هي الاداه اللي احنا بنشيل بيها الجلد الزايد، الاداه اللي احنا بنشيل بيها الجلد الزايد. وفيها دي انا قلت بكده انا قلت هي بتاعت حواجب، بس لقيتها مش حاميه اصلا، فانا مش عارفه هي بتعمل ايه. فيها ملقط، وفيها دي انا ما اظن دي احنا بنزق بيها الضفر لجوه، ودي بنشيل بيها اللي بيبقى في الضفر جوه. ولقيت دي كنت هجيبها فعلا، بس انا لقيتها هنا فعجبتني جدا. هي تقريبا بتاعت الحبوب، انتي بتشيلي بيها الحبوب، بس مش اي حد برضه يستخدمها. هي فيها هنا سن مدبب جدا رفيع جدا، هنا فيها اللي هي الكوره دي، وفيها دي انا مش عارفه بتعمل ايه. عندنا برضه اللي هي بتزق الضفر، بتزق قصدي الجلد يعني كده مثلا كده، بس انا مبحبش خالص اعمل الحركه دي. هي الاداه دي، وفيها مبرد حامي جدا جدا، فانا ممكن استخدمه للباديكير لرجلي. هي دي كل اللي فيها، عجبتني جميله جدا على فكره. ممكن تحطي كده زينه، بس انا ممكن اشيل الحاجات منها، والحاجات اللي الباديكير تتحط شنطه الباديكير، والحاجات الوجه برضه تحط شنطه الوجه. لقيتها لذيذه. جبت ايه تاني؟ جبت مجموعه الكاب دول. ابدا اول حاجه بالصغيرين. الصغيرين دول كان سعرهم جنيه و60 قرش، جبتهم عشان مثلا اعمل فيهم ماسكات لزاز. برضو كان في لون البينك ده واللون الاصفر، بس جبت 2 وكان عندي واحده من الاول. وجبت الكبير بقى، هو من ماركه ميد ستار. الكبير جبت البينك والاصفر، عجبوني جدا في الماسكات، والكواليتي كمان بتاعتهم حلوه. جبت دي بينك كده وعليها رسومات، جبتها عشان احط فيها القطن الوجه. دي سعرها 25 لا 5 جنيه و25 قرش. نسيت اقول لكم الكاب الكبير اللي هو ده تمنه 2 جنيه، جنيه 95 قرش. بحب اقول لكم كل حاجه بالتفصيل اهو. فعجبتني دي عشان احط فيها مناديل الوجه او القطن بتاع الوجه. جبت 2 دول بتوع الصابون. دول بتوع الصابون، هي هعمل واحده لصابون الرجل وواحده لصابون الوجه، مع ان انا عندي 2 قبل كده والاتنين فيهم برضو صابون، فشكلهم عجبني. والواحده كانت عامله 3 جنيه 95، يعني برضو 4 جنيه. واخر حاجه جبتها من فتح الله هو
ده اللي هو بيموت الجراثيم في الايد. ده كان عليه عرض، هو اصلا ده لوحده 16، بس العرض كان معاه 2 وايبس ماكس تاتش. ماكس تاتش ده على فكره انا بجيب منه الكبير امسح بيه ايدي لما اجي احط ميك اب او حاجه. حلو جدا. انا ليه جبته؟ عشان من فتره كده كان في بنات في فتح الله محرم بيه كانوا عاطشين كده اكياس صغيره الناس تجربها، ولو عجبتهم يجيبوا الكبير. وده برائحه الورد الدمشقي، وانا جربته لقيته حلو جدا، فاكيد ده هيتحط في الشنطه اكيد يعني. كده كل مشتريات فتح الله خلصت، يلا بينا نروح على مشتريات كارفور وبعديها السربرايز. كارفور، جبت القطن بتاع كارفور، ده تمنه مش عارفه تقريبا 10 او 12، الريسيت مش معايا دلوقتي. ده 80 قطعة، مش عارفة هتكون حلوة ولا لا، لو حلو هقولكوا. بس انا جبت اللي هو بتاع المرة اللي فاتت كان وحش جدا، فهستعمله للمانيكير وده هستعمله للوجه. بس انا بصيت هنا يعني بيبان برضه، بيبان اذا كان حلو ولا لا. وجبت القطن بتاع الاذن لان انا بستعمله في المكياج. الماركة دي حلوة جدا، بتنتج كمان قطن الوجه وهجربه. جبت ليب بالم، جبتها بالكريز. دي كانت تمنها قطن ده كان تمنها 11 جنيه 12 جنيه، لكن دي كان تمنها 15 او 12 في الرينج ده. في اطعم كتير، في بالبطيخ، في بالورد، لكن ده بالكريز. انا جبته عشان سمعت ان في بنات كتير عجبوهم، وكمان احنا داخلين على الشتاء فمحتاجين حاجات مرطبة اكتر. جبت بقى مجموعة جليتر، الواحد تقريبا كان ب5 جنيه. جبت اللون ده بينكي، جبت الازرق، ما عنديش ازرق خالص فانا بستعملهم في المانيكير. جبت الجولد والاخضر، واو حبيتهم. مشتريات كارفور المره دي بسيطه. يلا بقى نتنقل لمشتريات المحلات العاديه اللي بره. دي بقى المحلات العاديه. جبت ده ماسك، كنت في الاول بحسبه اللي هو البلاك ده اللي هو الاسود اللي هو طالع موضه، بيشيلوا الصودا وحاجات كده، بس ما طلعش كده. ده كان تمنه 18 جنيه، مطلعش كده خالص، هو اصلا بالليمون فطلع لون تاني. هوريهولكم هي العلبه بتاعته دي كده. بصوا يعني برضو جوه برضو بلاك، يعني ماسك بلاك، بس من هنا طلع جولد. بتحطي فيه فتره وبينشف وكده بتشيليه، يعني اتس اوكي يعني حلو، واي نوت يعني. بس مش هجيبه تاني، هو اصلا مكتوب عليه ضف، واكيد اكيد مش ضف اكيد يعني. وفي الاول كنت جايباه عشان اقول لكم القناع اللي هو البلاك ده، بس ما لقيتهوش كده، هخلصه ومش هجيبه تاني. جبت مجموعه البونيه دي، لقيتها خفيفه حلوه للماسكات للشعر. دي تمنها 2 جنيه ونص، 3 الوان، لقيتها حلوه. واكيد ما ينفعش اروح اي محل غير لما اجيب تاني مانيكير. جبت اللون ده الاخضر ده، ما عنديش خالص، فجبت اللون الفانتاستيك ده بقى، عجبني جدا. بصوا اللون، واو حلو جدا. جبت الاحمر اللي هو بيلمع، والنبيتي اللي هو فيه لمعة بسيطة شوية، والابيض ده. وصلنا دلوقتي السربرايز بتاعتي انا كان محتاجة شوية فرش. اكيد اللي متابعين ان انا جبت فرش هيعرفوا دلوقتي كل حاجة، هقول لكم الاسعار والماركة وكل حاجة. بس عايزه اقول لكم حاجة بسيطة. انا سألت مين عشان اجيب فرش؟ سألت سمر احمد، اكلمها على الواتساب، فاتكلمنا كتير عن المكياج والفرش. فانا كنت قلت لها عايزه اجيب فرش، فقالت لي نصحتني ماركه اسمها كنزي، وقالت لي حلوه جدا، وقعدت معايا قاعده كده على الواتساب وقالت لي
الارقام وصورت لي الفرش بتاعتها وكل حاجه، كل حاجه. انا بشكرها جدا جدا. انا على طول بشكرها، يعني في اي وقت بشكرها وهي عارفه الكلام ده. بجد يعني سمر بعيدا عن اي حاجه، انا مش بجاملها ومش اي حاجه، يعني بجد سمر مش هي دي اللي تظهر على الشاشه. سمر لما تيجي حد يتكلم معاها يعني هي بتبقى هي، لكن هي لما تيجي تظهر على الشاشه بتعمل مكياج مشتريات، فبيبقى مش سمر. لكن سمر بجد انسانه جدعه جدا 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 جدا. انا على طول بقولها كده وهي عارفه. فبشكرك جدا يا سمورتي. انا على طول على الواتساب بقولها سمورتي سمورتي. بشكرك جدا. ورحت بالفعل جبت مجموعه فرش كتير. جبت دي بلس 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 كتير كتير. جبت كتير جدا. هوريكم واحده واحده. هوريكم اول حاجه جبت فرشتين للوجه، برضو سمر قالت لي عليهم وقالت لي الارقام وصورتهم لي. جبت دول. دي فرشه عامله زي القلم، ودي فرشه للفاونديشن. افتحهم واوريها لكم. دي رقمها اللي هي عامله زي القلم دي 49. بصوا حلوه جدا، وكمان مش الشعر مش بيطلع، يعني انت عملتي كده الشعر مش هيطلع. واو ناعمه جدا. ممكن في بنات عايزين يشوفوها من جوه. بصوا حبيتها حلوه جدا. ممكن كمان توصل للاماكن العين اللي انت مش بتطوليها. حبيتها بجد. جبت كمان فرشه الفاونديشن اللي هي مايله شويه. انا عندي اوريدي واحده مايله بس ما لقيتش الفاونديشن اللي هي. بصوا هي عامله كده. واو واو. بصوا ناعمه جدا على فكره، جميله جدا، والكواليتي بتاعتها برضه سهله حلوه. دي رقمها 47. شايفين الرقم؟ هي مايله كده شويه، شايفينها؟ شايفين مايله؟ بس انا كنت عايزه اجيب اللي هي مسطح كده بس للاسف ما لقيتش. وكمان في فرشتين ناقصيني اللي هي الدمج والهايلايت. دول برضو ما لقيتهمش، بس انا هروح تاني وادور عليهم واجيبهم. جبت بقى فرش للعين كتير. ثواني اصنفهم. فرشه سوري فرشه الوجه عامله 20 جنيه. الفرش الكبار عند كنزي 20 جنيه. اما الفرش العين الصغيره دول كده الاربعه دول عامله 10 جنيه. دي حلوه جدا، ورقمها وريها لكم افتحها لكم. هي دي رقمها 17. بصوا شايفينها كده مش بتطلع وكده. بصوا حلوه جدا للاي شادو. ودي كمان ممكن تستخدميها للروج، بس انا هستخدمها اللي هو تحطي الباريك اللي هو عند عينك. هي دي رقمها 29. بصوا صغنطوطه ازاي، حلوه قوي وكمان جامده يعني، حلوه قوي. ممكن تحطي مثلا الابيض اللي في الكورنر عند العين. وجبت دي لقيتها قدامي كده، فتحتها ولقيتها عجبتني. دي عامله زي القلم بنسل. دي رقمها 22. فيها غطا كده. ممكن برضو تستخدم للروج اي حاجه، بس انا ممكن يعني استخدمها مؤقتا للدمج. باينه كده عندكم فوكس، مش عايز يعمل فوكس. تمام. ودي مقشوطه كده شويه، ورقمها مش عايزه تنزل. تعالي اهي. رقمها 71 من كنزي. بصوا عامله ازاي. ممكن برضو تستعمل برضو في الاي شادو في الدمج في كسرة العين. حلوه جدا. شايفين كده باين اكتر. حلو قوي صراحه. هم كلهم حلوين. انا فتحت يعني في المحل كلهم ولقيتهم بجد روعه. جبت التلاتة دول برضو من كنسي، بس دول الواحده ب5 جنيه. جبت دي الايلاينر حلوه برضو، وممكن دي كمان تستخدميها للروج.
شايفينها؟ دي ممكن تستخدمي الاي شادو، هما كلهم تقريبا نفس الشكل، بس انا هستخدم يعني واحده للروج واحده للتحديد كده يعني. جبت اتنين يعني مثلا جبت دي الواحده ب10 جنيه. بصوا هي عامله ازاي، هي فيها اتنين، فيها دي عامله زي الماسكارا، وفيها من تحت كده ممكن للايلاينر، لرسم الحواجب. بصوا دي ناعمه جدا، شايفين ناعمه ازاي؟ بصوا جامده، بصوا يعني انا بعملها كده مش بتيجي معايا، فتعرفي ان دي جامده. وفي دي كمان عشان تسرحي بيها الحواجب، وبتتنى تنى تنى زي ما انت عايزه يعني. جبت كمان الفرشه دي، على فكره الفرشه دي كنت جايبه منها سودا، بس هي مش ماركه، هي عاديه كده، بس هي برضو حلوه. كنت جايبه منها واحده تانية للبودر، هي دي، هي مش ماركه ولا اي حاجه، هي كده بس، 5 جنيه او ب10 جنيه. بصوا جامده برضو، ناعمه جدا. هما دول كل المشتريات اللي انا جبتها في خلال شهر، اخر 10 اول 11. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله لو جبتوا مشتريات جديدة تكونوا انتوا اول ناس تعرفوها. شكرا للمتابعة يا بنات، وشكرا للبنات الكتيرة الامامير اللي بيكلموني، بجد بتبسط جدا من الكومنتات، كومنتات روعة. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد وممكن انتوا كمان تدوني اقتراحات لفيديوهات جديدة. عايزين مثلا ايه، عايزين تشوفوا سرحتي، درج المكياج، درج الكريمات؟ يلا قولوا لي في الكومنتات تحت، ومستنيه كومنتاتكم الجميله. شكرا على المتابعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد واقول